من أول ما خشيت المطعم وشفتك جامد قعدت أركب فيك، ولما رن هاتفك وطلعت تتصل فرحت، استغلت الفرصة. وهو في خاطري هذا كلام بنقوله لكن السؤال اخترع على بالي ولازم أسأله لك. هو صدام، أنت مرتاح مع هادي؟ هذه اللي تسأل عليها اسمها ميسم، وهي مرتي. هذه اللي قبلت بيا وقبلت انها تتجوزني من شخصي، ووافقت انها تكون معاي في اصعب ايامي. هي كانت الدواء اللي نحطه على جروحي اللي انتي سببتيهم. مهما زي كنتي ولا تسافر ولا شي تلبس ولا شي تاكل ولا شي تشرب ولا الجاه. ميسم كان همها كيف انها تكون معاي وبس. وافقت انها تكون زوجتي ونص الثاني رغم كل الظروف اللي احنا فيها. وجاي تسأليني بكل ثقة مرتاح ولا لا؟ خليني نجاوبك الجواب اللي يريحك. ايه انا مرتاح. قرار الانفصال كان قراري، اما قرار زواجي من ميسم كان قراري. وخليني نقول لك هالقرارين كانوا افضل قرارات نتخذها في الدنيا. بما إنه على قولتك ميسم كانت تزوج شريكتي، أنا علاش متأثر من شوفتي؟ علاش تضايقت من شوفتي؟ ده كنت بالنسبة لك أنا شيء عادي، أنت المفروض اتصرفت عادي، بس واضح من ملامح وجهك إن ما زالت في قلبك مكانة ليا، وهالمكانة ولا واحدة غيري حتقدر تاخدها. ايه كلامك صح، فعلا قاعدة في قلبي المكان لك، وهالمكان للأسف مشتعلة بالنار، وكل مرة النار تاكل وتاكل مش قاعد غير الرماد، وهالرماد كل ملة يزيد كرهي لك. نكهة ميسون. فعلا يا ميسون ممكن يكون نسيك، خصوصا إنها اتزوج، الشي هذا مستحيل. عندك الحق، ما هو ما تعرفي صدام ولا شفتي الشي اللي شفته أنا اليوم في عيونه. هو كان يقول كلام وعيونه كانت تقول كلام تاني. يمكن اليوم صدام يستخدم في ميسم حتى يتنساني، لكن ولا يمكن إنه ينسى ميسون. وعلى خاطر هيك انت اليوم والليلة لازم تكوني مغروسة غادي. كل شيء يصير في ذاك الحوش أني لازم يكون لي علم فيه. أوكي ميسم، إن شاء الله بعون الله أي شيء، أي تفصيل، أبسط تفصيل يصير حيوصلك. لكن ما شاء الله راجلك مقدرك ومعيشك على الراحة. تي عندك جناح بروحك، في صالون وفي غرفة نوم وفيه مطبخ. يا ميسون ليش ما تطلع لزوجك وليش ما تهتمي بحياتك؟ انتي عايشة راك في شيء عظيم. شوفي كاملة، خليك عند حدودك أحسن. كيف حالك انت يا ميسون؟ شو اخبارك اليوم؟ ان شاء الله يا رب تكوني بخير. والله الحمد لله بخير. هو الحق شفت الخدامات ما شاء الله مجهزين البنات كلها بهدايا، شنو في حفلة ولا ما ندريش ولا شنو؟ ما عاد شنو معلقة روحك فوق زترية، عاد مرة نزلي شوفي شنو صاير لوطة، بلكي في فيضان بلكي حاجة، وانت معلقة فوق نهار حرف نهار حرف. والله يا عم والله حتى الله يشكر فيها. وبعدين ما تنسيش انا مدكتور وموصيني بالراحة. ما يسوي يا مرة، بعدين حالك تتعود على أمك تحب تقصر عادي، ما تدوريش خدام بكل روح رياضية. أنا ميسون بنت الرب المنصور، واللي يضايقني هذا لا دائما جنب شيء أمي، فعادي مش حنعدل ولا ندور. المهم اثنين كويس اللي صاير إنه غدوة ماشيين بنخطبه نسلفك، عاد لازم حتى هو يتزوج ويدير حوش. ارتحتي لما عطتها كل شيء على البارد المستريح. هيا ورانا خدمة هلبة. بالنزير زعما تعرف من وين بيخطبوا له سلفية؟ والله هي العروس وسلمانها عن طريق واحدة تقرب الأم نسيت اسمها، ولكن تقريبا هي من عائلة ناس يقولون من عائلة عبد الله.
سبحان الله، لعبة القدر قداشة غريبة. يا ربي لا، بلكي أحمد عرف باللي كان بينه وبين صدام، بعدين حتصير مشكلة كبيرة، وأكيد أحمد مستحيل يسكت على الموضوع، وإذا عرف أبوي بهالموضوع مستحيل يرحم صدام. أنا لازم ندير طريقة باش الموضوع هذا يقعد سر. قولي له في جماعة، تو لما تزيد إن شاء الله ولدك ولا بنتك، المهم اللي جاي في الطريق، حتقدر توازني بينك وبين بنت زوجك؟ هل حتقدر تهتمي بها وتحافظي عليها؟ كيف حتقدر تحكمي قلبك بينك وبينها وبين ولدك الجاي؟ يعني كيف تخلي قلبك متوازن عليهم الاثنين وما يميل قلبك لولد أخلك؟ لا مستحيل. هذا اللي تشوفي فيها بنتي رونق، أصلا حسيت بإحساس الأمومة معاها هي. أصلا زوجي يحبها هلبة، ميقدرش يعيش حياته بدون بنته هذه اللي تشوفي فيها. أتذكر فيها لما خداني وقتها فجأة اختفت عن أنظارنا، زوجي قلب عليها الدنيا كلها، ومن وقتها أنا أخاف عليها، ومعايا وين ما نمشي وين ما نجي، أقسم بالله حتى لما نمشي السوبر ماركت ولا أي مكان معه. كويس إن هالشي جدا مهم، المفروض إنك تحافظي على هالشي ديما، لأن ديما الكلام شكل والفعل شكل، خصوصا إنك لما تشد طفلك بين إيديك. ما شنو؟ بدأنا في جو العزومات واللمات من وراء عمتي. عزومة شنو لما تشن الله يهديك سلفتي؟ وبعدين أنا مش ناس، أنا جاي حوش أختي نزور فيها، ومن أمتى حوش أختك؟ بسم الله الكريم، شنو بسرعة بسرعة بتلودي على الحوش انت واختك؟ عيب يا سعاد، أنا عافسة بصوتك، تو كان حوش أختك وتو ولا عافسة بصوتي؟ ما عرفنا لك اش طارقة يا مها، لا عند هنا وسعد. انت شنو تسحبيني قدامك مسكينة وبسيطة زي ما اسم أختي؟ أقسم بالله نوريك. من أول يوم شفت فيك شفت الشر في عيونك، وعرفتك إنسانة منافقة وأم وجهين. ويكون في علمك أنا عارفة أنك أنت اللي حطيتي الملح والفلفل في الماكلة طيبتها أختي ذاك اليوم، لأنها أختي ميسم بنفسها ذاقت الماكلة قبل ما تطلع من الكوجينة وكانت كلها سمنة على العسل. شين غيرها فجأة؟ وهذا الشيء يعني شيء واحد، إنك أنت اللي لبستي الماكلة، واللي تلعب نعمة ربي بالشكل هذا واللي تضيع في أتعاب غيرها أكيد حتكون طول عمرها مقلب أسود. وصدقيني إن سكتنا لأن فوتنا الموضوع بمزاجنا، وإلا كنا قلبنا الدنيا. وطول ما تحاولي إنك تديري المشكلة لميسم، طول الذكي إن مها رويشك قدامك ومستحيل تخليك تديري اللي في راسك. حنوقفك عند حدك وندمك على اليوم ليه ولدتي فيه. هذه انتي معقولة كلها سنين مخطرش على بالك انك تشوفيني ونشوفك؟ علاش والله نشوفك علاش مثلا؟ انت السبب في كل مشكلة سيئة صارت معاي. انت دائما تغاري اني دائما نقرأ وندرس وما يهمني ان اللي يكون عندي اسم، وفي الاخير فتنتي بيني وبين اهلي، خليتهم يشوفوني اني انا البنت، خليت الكل يكرهك. تبني نشوفك علاش؟ نضيع وقتي وندور عليك علاش وانت سبب انك خليتي اهلي يطردوني من الحوش. انا عارفة كل شيء قلت وعارفة اخطائكم، وانا اليوم جاية بدي اعتذر منك. ايش يفيد اعتذارك هذا بعد ما تستحي، بعد ما دمرتي لي حياتي وخلتيني في الشارع؟ شو يفيدني اسفك؟ عندك علم من بعد ما طردتوني من الحوش 3 أيام قعدت مهمية في الشارع، لا أكل ولا شرب، ونرقد في الشارع بين الحرامية، بين مستحيل أنسى ذيك الأيام. والحمد لله أنت تو سيدة ناجحة. قولي لي شو سبب ثرائك هذا كله؟ قولي لي شو سبب ثرائك وثروتك هذه كلها؟ انت عايشة في شركة كبيرة ولبسك كله ماركات
لا وحاطة ولدك في مدرسة معروفة، يعني نتمنى نعرف كيف وصلت للمرحلة هذه كلها. تبدي مستحيل تصدق الشيء هذا اللي يصير في منك. وهل تعتقدي لما الإنسان يكون وحيد في الدنيا ربي ما يعوداش بحد ينور له حياته؟ ولا تعتقدي إني حنقعد طول عمري مدلولة؟ شوفي الشيء، أنا من أوجاعي صنعت لروحي سلم نجاتي فعلا. اللي استحوا ماتوا، ويا ريت ما عادش تتواصلي معي نهائي. أنا أصلا من الأول لو كنت ندري إنك أنتي اللي تواصلتي معي وبعتيلي الرسالة كنت مستحيل أنجي. وربي بالك تعاودي تتواصلي معي مرة ثانية ولا تشوفي مني شيء عمرك ما شفتيه. هذيك البنت المسكينة الله يرحمها، وهذا اللي قدامك واحدة جديدة. رأيتي ما شاء الله بنت خالتك حنان كيف مولية تبارك الرحمن عليها. والله لو كان مش عاطين فيها كلمة كنت خديتها لأخوك مجد، لك الله غالب شكلها مش قسمنا نصيب ده. ما تخافيش إن شاء الله الأزين منها اللي وخي مجد. باهي اللي روحتوا من بيتي نستنى فيكم على نار وتستني فينا على نار. علاش ما تقول يجوا ولادي من الخدمة وجعانين ما عطيهمش غداهم تستني فينا؟ سقتينهم يا كنتي. لا يا ريت الموضوع شيء ثاني. سبحان الله، ركابية صبتني فيه من الماء تقولي تعطيني في الكلام بالأقساط. اللي صار اليوم إن كنتك ميسم تسحب روحها الكل في هالحوش جايبة صحباتها وأختها بدون ما تاخد إذن. وإذا حزمت صحباتها وأختها شافها من يوم نرحبوا بالضيف يا أهلا وسهلا بيهم. العين أوسع لهم المكان، أهلا وسهلا بيهم يا مرحبا بالضيف. إحنا ما قلنا شيء، لكن اسمع إيش صار. بصراحة جدا رجعت وكلمتها بكل هدوء، قلت لها يا سلفتي يا ميسان علاش ما قلتيش كان هذا قلت لعمتي ونورهان يقعدوا يحضروا معانا اللمة الحلوة هذه. قلت لا، هذه اللمة بنات في بنات لما تكلموا في بعضها فكينا من العزوز بنتها. وقعدت تتكلم بالصوت العالي وتعارك. ما عجبنيش بك الكلام اللي قرأته علينا، وقلت لها احترمي نفسك واحترمي البساط اللي عبساتها. قالت اختها ما هي، قلنا هذا بساط اختي وهذا حوشها. خلي تروح والله لما نوريها لعند هنا وساد صدق هذاك اليوم بقشر لي وجهي قدام الناس يا سرعات. أنا نجيب فكرة لازم نسمع من الطرفين. سهاد أنا متأكدة إنك فاهمة الموضوع غلط. هي وينها توا المنجوغة هذه؟ طلعت هي بسلفة صدام وأسمع فيها تقول له إنه بيمشي يتعشى في مطعم. يا صدام يدري اللي حل لها هالمنجوغة، يا أما يا أنا يا هي في هالحوش.